سيدات والساده النواب المحترمون، شكرا على طرحكم هذا السؤال اللي كيتعلق بالظرفيه العالميه الراهنه، وهذه طبعا مناسبه من خلالكم مع الراي العام حول التدابير جد الاستباقيه والاجراءات الفعليه اللي اتخذناها من اجل تدبير هذه الازمه الغير مسبوقه. والسيدات والساده النواب المحترمون والسيد الرئيس، هذه باش ما نخبيوش على بعضياتنا، من باب المسؤوليه ما نخبيوش على بعضياتنا ان اثر هذه الوضعيه الجيوستراتيجيه العالميه اليوم الاثر ديالها هو اكبر من الاثر ديال الازمه ديال 73 والازمه ديال 79 والازمه ديال 2002. ماشي انا اللي تنقول هذا الشيء، راه الوكاله الدوليه للطاقه اللي تتقول هذا الشيء. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، راكم كتشوفوا الاخبار، المضيق ديال هرمز تيدوز منه اكثر من 20% ديال النفط العالمي، واحد كميات مهمه ديال الغاز الطبيعي، وايضا المواد البتروكيماويه، المواد اللي كتدخل في الادويه والمواد الغذائيه، ولكن ايضا كاين واحد المجموعه ديال البنيات التحتيه الطاقيه اللي هي جد مهمه للعالم اللي كانت مستهدفه في هذه الحرب. وكنتفهم انا شخصيا القلق ديال المغاربه، لانه كيواجهوا الفاعلون على الصعيد العالمي في مجموعه ديال القطاعات ارتفاع في التكاليف ديال التامين ديال البحري والنقل واعاده توجيه ديال مسارات الامداد. التأثير ديال الاضطراب ديال مضيق هرمز واضح على مستوى الأسعار، فللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن كيف ما عرفتوا قررت الحكومة تعبئة غلاف مالي ديال 1.6 مليار ديال الدرهم لتقديم الدعم. كاين 600 مليون 400 مليون 600 مليون، كاين 600 مليون درهم اللي كنتكلم عليها الوزير المنتدب للميزانية لدعم غاز البوطان. اليوم كندعموا غاز البوطان 78 درهم للقنينة ديال 12 كيلو بدل من 30 درهم قبل الحرب. للحفاظ على تسعيرات الكهرباء رغم ارتفاع المواد الطاقيه اللي كيدخلوا في انتاج الكهرباء، الكلفه الشهريه ديال الدعم ديال قطاع الكهرباء 400 مليون ديال الدرهم، وايضا دعم مهني النقل اللي تقرر منح واحد الدعم ديال 3 درهم لكل لتر اللي هو حوالي 648 مليون ديال الدرهم في الشهر. وكاين ايضا مجلس المنافسه اللي عزز الاليه ديال التتبع ديال مراقبه كيفيه انتقال للتغيرات ديال الاسعار الدوليه للمنتجات النفطيه والبتروليه الى السوق الوطنيه. فحتينا باش يكون واحد الضمان ديال الشفافيه وضمان شفافيه الاسواق وضمان شفافيه ديال الهوامش الربح في هذا القطاع، حمايه لمصالح المستهلكين من اي زيادات غير مبرره في الاسعار. فقد سجل مجلس المنافسه وقريت التقارير ديالو ان الارتفاعات المسجله في الاسعار الدوليه تنتقل جزئيا الى السوق المغربيه. واليوم احنا كيف ما كتعرفوا عشنا واحد الفتره ديال الاضطرابات ديال الظرفيه المناخيه جد استثنائيه في اول السنه، وباقيين تنعيشوها. وفيما يخص التموين اعتمدنا نفس المقاربه اللي كنا اعتمدناها في ايام الفيضانات، فلم تسجل البلاد اي اضطرابات او اي انقطاع في تزويد السوق الوطنيه. خليه اليقظه على مستوى الوزاره عبأت المصالح الترابيه والجهويه الى جانب نظام المداومه في المختبر الوطني للطاقه والمعادن اللي كيقوم بتتبع الحاجيات ديالنا في هذا القطاع. وكتقوم الوزارة أيضا بمتابعة وتعزيز وضعية التموين والمراقبة المنتظمة لبرامج الاستيراد للفاعلين الخواص اللي تحلوا بروح المسؤولية كما طلب منهم في أول أسبوع من الحرب. يبلغ اليوم مستوى المخزون اللي عندنا، كاين مجموعه ديال المواد، نتكلم على ماده الغازوال تقريبا 47 يوم ديال الاستهلاك الوطني، البنزين اكثر من 49 يوم ديال الاستهلاك، وذلك رغم الاضطرابات اللي عرفتها مجموعه ديال الموانئ. حتى الاسبوع الماضي كنتوا عارفين ان ميناء المحمديه وميناء الجرف الاصفر كانوا بجوجهم كونسينيي لواحد يومين. هادشي كلشي تيبقى رهين طبعا بتطور الوضعيه على الصعيد الدولي على غرار باقي البلدان العالم. كيف ما كتعرفوا السيدات والساده النواب المحترمون، كاين اليوم اكثر من 80% ديال البلدان في العالم اللي هي كتستورد المواد الطاقيه. ولكن بغيت نحط اليوم ان وضعيه المغرب الحمد لله جد مختلفه
من مقارنة مع دول أخرى بفضل التنسيق بين مختلف الفاعلين وروح التضامن لتحلينا به خدمة للمواطن، وكذا إلزام الجميع باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وتموين السوق الوطنية في ظروف آمنة. الإمدادات ديال الأشهر 3 المقبلة مضمونة، وتنشتغلوا على ضمان الإمدادات حتى نهاية السنة نظرا للاعتماد على تنوع مصادر الاستيراد، وأساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية ومجموعة من الدول الأوروبية. فعلى سبيل المثال، إذا خديت غير المثال ديال الكهرباء، الكميات المؤمنة بالعقود ديال الغاز الطبيعي والفحم كتضمن تغطية الحاجيات حتى نهاية شهر يونيو من السنة الجارية. شكرا السيدة الوزيرة. لا ريجي من فضلكم، أنا كنعرف من